قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. Thank you. بيبدأ الفيلم بأب اسمه راي، واللي بيكون شغال عامل وبيطلب منه زميله مساعدة إنه يشتغل زيادة، لكنه بيرفض لأن أجازته هتبدأ وبيمشي بعدها. وبيكون متحمس لأنه رايح يقابل أطفاله، وبيوصل وبيقابل طليقته وجوزها وبيسلم على أولاده الاتنين، روبي ابنه الأكبر واللي بيكون مش مهتم، وبنته الصغيرة ريتشل اللي على عكس أخوها بتكون متعلقة بيه جدا. وبياخدهم بعدها البيت عنده وبيحاول يستمتع معاهم بوقتهم، وبيعرض على روبي إنه يلعب معاه بيسبول. وبنشوف قد إيه راي شخص عديم المسؤولية وحياته فوضوية، وإن اللي بيدفع مصاريف أولاده هو زوج طليقته من كتر ما هو مش ملتزم. وبيكون راي حاسس بده لكن ما بيظهرش. ولما بيخلصوا بينام راي شوية، ولما بيصحى بيقعد مع بنته وبيسألها عن أخوها، فبتقوله إنه خد العربية بتاعته ومشي. فبيخرج جري يلحقه لكن ما بيقدرش، وبيستغرب من وجود ناس واقفين في الشارع قدامه بيصوروه وهو مش فاهم في ايه. لكنه لما بيلف بيبص على اللي بيصوروه وبيلاقي شكل السما اتغيرت، والموضوع بيبقى غريب. وبيحمي بنته جنبه من اي خطر. وبعدها بيحصل سقوط مريب نوعا ما، وبيتفاجئوا بنزول برق قريب جدا من الارض، وبيجروا يستخبوا جوه البيت. وبيقول لريتشل انها ما تقربش من الشارع، لكن راي بيستغرب ليه مفيش صوت رعد. وبتحصل مشكلة بعدها في الكهرباء اللي بتقطع عن المدينة كلها، وكذلك كل العربيات بتقف والتليفونات كمان. وبنشوف روبي بعدها واقف جنب عربية والده بعد ما اتعطلت، وبيوصل له أبوه وبيقول له يرجع البيت علشان يكون في أمان، وكمان يطمن أخته لأنها لوحدها. وبعدها بيلاحظ راي تجمع للناس في الشارع وبيروح لهم، ولما بيبص بيلاقي حفرة في الأرض محدش عارف هي ايه. وبيلاحظ راي إن شكل الحجارة غريب، وفجأة بيسمعوا صوت مخيف في الأرض بيخليهم يخافوا. وبيبعدوا وبيلاقوا الأرض بتتشق والمباني بتقع زي ما يكون زلزال. وبيتصدموا لما بيلاقوا شيء غريب خرج من الأرض شبه الوحش، وده بيرعب الناس وبيخليهم يهربوا من المكان. لكن فجأة بيقف وما بيتحركش، وبيكون في سكون في المكان. وبيستغرب الناس وبيقفوا وهم مش فاهمين، فبيحاول شخص يقرب منه علشان يصوروه، وبيفتكروا الناس غير مؤذي لحد ما اتحرك تاني وطلع أشعة على البشر خلاهم يختفوا ويتحولوا لتراب. وبيجري راي من المكان لحد ما بيوصل لمبنى وبيستخبى وراه، وبعدها بيقدر يرجع للبيت وبيكون متوتر من اللي حصل، وبيبقى كل جسمه مطرب من الناس اللي ماتت. وبيقول لولاده ان هما لازم يمشوا من البيت دلوقتي ولما الاكل اللي يقدر عليه، وخد مسدسه معاه علشان لو حصل حاجة. وبيخرجوا بعدها وبيلاقي عربية بتاعت جاره اللي بيشتغل ميكانيكي، وبيتمنى انها تكون شغالة، وفعلا بيلاقيها شغالة وبيركبها هو واولاده. ولكن جاره بيشوفهم وبيحاول يفهمه انها مش عربيته ولازم يخرج منها، لكن راي بيقوله انه مش هيقدر وبيسيبه وبيتحرك بالعربية. وبتكون الدنيا بتتدمر من وراهم، وبيحاولوا انهم يلاقوا مكان امن علشان يستخبوا فيه. وبيسألوا روبي على اللي بيحصل، فبيقول له راي ان تقريبا من ساعة ما البرق ضرب الارض في كائنات نزلت معاه وشغلت الآلات المدفونة تحت الأرض. وبعدها بيوصلوا لبيت طليقته اللي اسمها ماري، ولكنها بتكون مش موجودة هي وجوزها. وبعدها بينزل راي وأولاده في البدروم علشان يستخبوا فيه وبيناموا فيه، ولكن بيسمعوا صوت هواء قوي جدا بيخليهم يصحوا من النوم. ولما بيبصوا بيلاقوا إن البرق بيضرب تاني ولكنه كان أقوى من المرة الأولى. بعدها بياخد راي أولاده علشان يستخبوا، لكن بيحصل انفجار، بس راي بيحميهم وبيقفل الباب على آخر لحظة. وبيفضلوا كده لحد الصبح، وبيطلع من الأوضة علشان يشوف اللي حصل، وبيتفاجئ إن في طيارة متحطمة جنب البيت، وبيكون في صحيفة ومصور بيشوف الطيارة علشان يفهموا اللي بيحصل. وبيروح لهم راي وبيعرف منهم إن الآلات دي محاطة بدرع واقي، وإن أي ضربة مش بتأثر فيهم. وبيعرف منهم إن هما أكتر من آلة واحدة، وبتوريله فيديو صورته الصحفية للحظة سقوط البرق. وبيلاحظوا إن في شيء نازل معاه وبيتوقعوا إن هو اللي بيتحكم في الآلة. بعدها راي بياخد أولاده وبيركبوا العربية علشان يروحوا في مدينة تانية ما ضربش فيها البرق ده، وبيفضل يمشي في طرق فرعية علشان مش عايز حد يشوفهم لأنها الوحيدة اللي بتبقى شغالة. وبعدها راي بيقف على جنب علشان الأولاد كانوا عايزين يعملوا حمام، وبتروح البنت الصغيرة بعيد عنهم لكنها بتقف قدام بحيرة وبتبقى مصدومة وبتعيط لأنها مليانة جثث. لكن بيلحقها راي وبيرجعها للعربية، وبيشوف روبي قوات عسكرية بتمر على الطريق وبيحاول يوقفهم لأنه عاوز ينضم لهم وإنه شايفهم حاجة عظيمة. لكن أبو راي بيمنعه لأنه خايف عليه، وبيبدأوا هما الاتنين يتخانقوا.
وبيقول روبي لراي انه بيحب يهرب وانه واخدهم لامهم علشان يرتاح منهم وتكون حر وتعمل اللي نفسك فيه. وبيسكت راي وبيرجعوا للعربية من جديد وبيكملوا الطريق. وبعدها بينام راي وبيصحيه ابنه من النوم انه يسوق مكانه لانه وصل لمكان زحمة وبيلاقي الناس فيه بتهرب وبيكون مفيش عربية غيرهم. وبتبدأ الناس تتجمع حوالين عربيتهم علشان عاوزين يوقفوهم ويركبوا معاهم وبيبدأوا يهجموا عليهم ويكسروا في العربية. فبيجري راي بالعربية وسط الزحمة وبيخبط راجل لكن بتقف قدامهم أم وبنتها الصغيرة فبيحاول يبعد عنهم قبل ما يخبطهم لكن بيعمل حادثة وبتبدأ الناس تكسر في العربية وبيطلعوهم منها وبتحصل خناقة كبيرة لحد ما راي بيضرب النار وده بيخلي الناس تخاف منه وتبعد. وبعدها على طول بيجي واحد من وراه وبيرفع عليه مسدس وبياخد منهم العربية. وبعدها بيفضلوا ماشيين على رجلهم في وسط الناس لحد ما وصلوا لسفينة علشان تنقلهم لكن بيكون وراهم أكتر من آلة ضخمة وده بيرعب الناس وبيبدأوا يدوسوا على بعض علشان يركبوا وبيخلي السفينة تتحرك قبل ما تركب كل الناس. بس راي لحسن الحظ بيقدر يركب هو وعيلته وبيبقوا فاكرين انهم في امان لكن بيطلع عليهم آلة ضخمة من تحت المية وده بيخلي السفينة تتقلب وبتبدأ الآلة تسحب في الناس من اللي بيغرقوا. وبيقدر راي ينقذ أولاده وبيوصلوا البر وبيكونوا مرهقين لكنهم بيكملوا مشي. وهم ماشيين بيشوف روبي مدرعات حربية معدية وبيروح وراها تاني وبيحاول راي يلحقها تاني لكن بيحصل انفجار جنبهم. وبيقول راي لبنته ريتشل انها تفضل جنب الشجرة وما تتحركش عقبال ما يرجع يجيب اخوها. وبيروح راي لروبي وبيمنعه من الركوب معاهم وفي نفس الوقت بيبقى في ناس بيشوفوا ريتشل واقفة لوحدها وبيبقوا عاوزين ياخدوها معاهم لانهم مفكرينها تايهة وخايفين عليها. وبيتخانق راي مع ابنه علشان يعقل وبيضطر يسيب روبي ياخد القرار اللي هو عاوزه ويلتحق بالقوات لما لقاه مصمم. وبيرجع هو لبنته اللي سابها وبيلحقها قبل ما ياخدوها معاهم. وبعدها بيفضلوا يهربوا لحد ما بيلاقوا شخص بيقول لهم ان في مكان امن فبيروحوا له وبيستخبوا في بدروم تحت الارض. وبعدها راي بيفضل يهدف ريتشل علشان تعرف تنام وبيروح للشخص اللي بيستضيفهم ده وبيتعرف عليه وان اسمه هارلان وبيقول له انه مش مستعد ان هو يفضل يهرب طول عمره وانه هيواجههم. وبعدها راي بيروح يطمن على بنته بس بتظهر حاجة غريبة وبتكسر جزء من البدروم وبيسمعوا صوت صاخب. وبعدها بيقول هارلان راي ان الآلات المدمرة دي اكيد عندهم نقطة ضعف وبيبدأ يعمل في اصوات وهو مش مهتم بحياته وده بيقلق راي لانه عاوز يحمي بنته. وبيقول له راي انت ليه دخلتنا هنا وانه خايف على بنته. بس هارلان بيرد عليه وبيقول له انه عايزه يحارب معاه. وبعدها الصوت بيسكت وبتدخل من الفتحة اللي اتعملت في البدروم عين غريبة وبتفضل تستكشف في المكان وبيحاولوا انهم يستخبوا علشان ما تشوفهمش. بس هارلان بيمسك فاس وبيبقى عاوز يضرب العين بس راي بيحاول يمنعه من كده. وبعدها العين بتخرج من البدروم وبتنزل كائنات صغيرة اللي بنفهم انها هي اللي بتقود الآلات الكبيرة وبيقعدوا يبحثوا عن اكل. وبنشوف هارلان بيجهز بندقيته علشان يقتلهم لكن راي بيحاول يمنعه بكل قوته علشان يحمي بنته من الخطر وبينجح وبتخرج الكائنات من المكان. وبنشوف راي وهارلان انهم مش متفاهمين مع بعض. بعدها بشوية بينادي هارلان على راي بصوت عالي ولما بيروح له بيوريله الآلات وهي بتسحب دم الناس. وبيبدأ هارلان ان هو يحفر في الارض علشان يعمل نفق وبنشوف انه شخص مجنون فبيروح له راي وبيحاول يهديه وبيخليه يوطي صوته ولكنه بيهجم على راي وبيضربه. فبيروح راي لبنته وبيحضنها وبيغطي لها عينيها وبيقول لها ما تشيلش الغطا من على عينيها وانها تسد ودانها وما تتحركش مهما هتسمع وانها تغني اغنيتها المفضلة. وبيروح بعدها راي لهارلان وبيقفل الباب وراه وبنسمع صوت خناقة ما بينهم لحد ما الباب بيتفتح وبيخرج راي وبنفهم انه قتل هارلان وبيحضن بنته وبينام جنبها. لكن ريتشل بتقوم من النوم وبتلاقي نفس العين اللي كانت بتستكشف قدامها فبتصرخ وبيقوم راي وبيفضل يضرب العين بالفاس لحد ما بيفصلها عن مكانها وبتكون ريتشل مرعوبة وطلعت من البدروم. فبيطلع راي يدور عليها وبتكون الأرض كلها لونها أحمر من الدم وبيلاقي آلة من الآلات شافته وعاوزة تسحب دمه ولكنه بيحاول يهرب منها وبيدخل جوه عربية. ولما بتحاول تمسكوا الآلة العربية بتتقلب بيه لكن بتشوفه ريتشل وبتصرخ وبتكون الآلة لحظة وجودها وقبل ما راي يلحقها بتكون الآلة سحبتها وبنلاقيه بيجري وراها بأقصى سرعة وبيلاقي عربية فيها قنابل فبيرميها عليها علشان يلفت انتباهها وفعلا بتسحبه الآلة هو كمان مع بنته. وبنشوف ان في ناس غيرهم وانه عبارة عن سجن وان الآلات بتخلي الناس دي عندها كمخزون وبتسحب دمهم لما بتكون جعانة. وبعدها بيوصل لبنته وبيطمن عليها. بعدها بنشوف الآلة عاوزة تاكل ريتشل
لكن بيقدر ري انه يحميها وبتسحبه هو كمان، وبيكون مخطط انه يستعمل القنبلة اللي باقية معاه لما تاكله ويضحي بنفسه ويقتل الآلة، لكن بيلاقي بنت مش عايزة تسيبه، وده بيحرك مشاعر الباقي وبيبدأوا يسحبوها ويسحبوه قبل ما تاكله، وبينجحوا في ده. وبيكون ري قدر كمان انه يخلي الآلة تبلع قنبلة وبتنفجر الآلة، وبيقدروا ان هما يطلعوا منها وبتطلع الشمس وبنشوفهم مكملين مشي. ولما بيوصلوا المدينة بيلاحظ ري ان الآلة ثابتة في مكانها وما عادتش بتتحرك زي الأول، وبيسأل الجندي عن اللي حصل لها، واللي بيرد عليه وبيقول له ان الآلة على الحال ده من ساعة، وبعدها بيرشدوا الناس يدخلوا للملاجئ اللي تحت الأرض. ولكن ري بيلاحظ ان الطيور متجمعة حوالين الآلة وبتقف عليها عادي، وده ما كانش بيحصل قبل كده معاهم، فبيروح يلفت انتباه الجنود على كده، وبيقول له ري ان الدرع دلوقتي مش موجود ولكنه يقدر يضربهم، فبيجهزوا الصواريخ وبيبدأوا يضربوا في الآلة، وفعلا الآلة بتتأثر وبيضربوها لحد ما بيدمروها، وبيتفتح الباب الخاص بالآلة وبينزل منها الكائن الفضائي اللي متحكم فيها، وبيكون مات وبينقذوا الأرض وبيفشل غزوهم. وبنفهم ان سبب ضعف الكائنات الفضائية دي انها اكلت من اكل البشر، وان البكتيريا البسيطة اللي في الاكل ما عندهمش مناعة منها، وان هي اللي تسببت في ضعفهم وانتصار البشر عليهم. وبنشوف بعدها ري وريتشل بيوصلوا لطليقته اللي بتكون قلقانة على بنتها، وبتجري ريتشل على امها اخيرا، وبيكون روبي كمان موجود مع امه وبيطمن عليه ري وبيكون في قمة سعادته. وبينتهي الفيلم مميز فعلا. لو كنت تابعت معايا الملخص للآخر عندي ليك سؤال: ليه ري ما كانش عاوز يحارب الكائنات دي مع هارلان لما طلب مساعدته؟ اكتبوا لنا إجاباتكم في التعليقات وهقراها كلها.